مشاهدين طيران الجيش الألماني بيهجم على القرية، والأم بتنادى على سيرجي عشان يروحوا يستخبوا، لكن الطفل الشجاع مش بيكون خايف من الطيران وبيمسك النبلة بتاعته وثمرة من الشجرة ويبدأ يحدفها على الطيارة، وكل لما تيجي واحدة في الطيارة بتنفجر. لكن كل ده بيكون حلم وبيفوق منه سيرجي على صوت واحدة ست جاية تاخده عشان الجيش الألماني هجم على القرية بتاعتهم، ولو فضل في البيت لوحده هيقتلوه بعد أمه وأخوه الكبير ما ماتوا في الحقيقة. والطفل الشجاع مش عايز يمشي من البيت لأنه معتقد إن أمه سابته في البيت عشان يحميه، والست بتقدر تهرب سيرجي لكن الجيش الألماني بيقتلها وبيولع في القرية بتاعت سيرجي وهو واقف يبص على القرية اللي بتتحرق، وبينادي على أمه اللي معتقد إنها لسه عايشة. وبيجي الليل على سيرجي وهو ماشي في الغابة وعمال يبكي وينادي على أمه ويقول الحقيني يا ماما أنا تايه. والولد بيكون منهك وتعبان من كتر المشي وبيقع على الأرض، وبيطلع النهار وبيروح عند النهر عشان يشرب، ولما بيسمع صوت الجنود الألمان بيروح يستخبى في الشجرة دي، وفجأة بيظهر تعبان جنب سيرجي، لكن خوفه من الجنود الألمان بيكون أكبر من خوفه من التعبان، ومش بيتحرك ولا بيطلع أي صوت، وبيستنى لحد ما الجنود الألمان يخلصوا أكلهم ويمشوا، وبيروح يجيب بقايا الأكل بتاعتهم وياكلوا، ويرجع سيرجي تاني في الغابات ويفضل ماشي فيها وهدومه متبهدلة والحذاء اللي لابسه متقطع، والولد منهك وتعبان وبيقع على الأرض من كتر الجوع، ولما بيلاقي نبات بيروح ياكل منه، لكن النبات بيسبب له هلوسة وهذيان وبيتخيل إن في حد بيراقبه، لكن الولد الشجاع بيقول للشخص اللي بيتخيله أنا مش خايف منك أنا معايا بندقية. وسيرجي بيفضل يجري في الغابة وينام على الأرض من كتر التعب وبيحلم بأمه وأخوه، ولما بيصحى بيلاقي أنفد قدامه ببراءة الأطفال بيكلم الأنفد ويقول له روح حذر شعبنا من الجيش الألماني، ولما النهار بيطلع عليه والدنيا بتمطر بيبقى عطشان ويشرب من المطرة وبعدها بيروح ينام. في الوقت ده بيكون جنود الكشافة للجيش الروسي شايفينه بيروحوا عشان ياخدوه، وبعدها بنروح لمعسكر الجيش الروسي واللي قدامنا ده قائد المعسكر وبيتكلم مع الجنود عن الكشافة اللي بعتهم عشان يدوروا على الجنود الألمان، لكن فجأة جندي الكشافة بيدخل وهو شايل سيرجي، والقائد بيزعق له لما بيلاقيه ساب المهمة اللي معاه ورجع، لكن أول ما بيشوف الطفل بيصعب عليه وياخده، وسيرجي ببراءة الأطفال بيقول لهم هو الأنفد قال لكم على مكاني، والقائد والجنود بيضحكوا ويبدأوا يسألوه على اسمه، والولد الشجاع بيرد بكل ثقة ويقول اسمه، فالقائد كمان بيقول له على اسمه، فبيقوم سيرجي ويسلم عليه زي الرجالة، ولما الجندي بيسألوا على والدته سيرجي بيقعد يبكي ومش بيعرف يرد عليه، لكنهم بيحضنوا الطفل ويحاولوا يحسسوه بالأمان، والقائد بيحاول يهديه ويقول له انت راجل والرجالة مش بتعيط، وطباخ الكتيبة بيجيب الأكل مخصوص عشان سيرجي ويبدأوا يعتنوا بالطفل، وبعدها بياخدوا سيرجي للصليب الأحمر الروسي ويبدأوا يعالجوه، والممرضة بتقول له انت الجرح بتاعك عامل زي الوردة، وسيرجي بيرد عليها ويقول لها انا ما بحبش الورد انا بحب الدبابات، والممرضة بتقول له خلاص انا هرسم لك دبابة ومدفع كمان وكل اللي انت عايزه، وسيرجي بيسأل الممرضة هو انتم لقيتوني ازاي؟ بتقول له الكشافة هم اللي لقوك. قال لها هو كل اللي هنا كشافة؟ قالت له لا في كشافة وفي جنود تانيين، والراجل ده بيقول له حتى الطباخ اللي جاب لك الاكل في الاول جندي، وسيرجي بيسأل الممرضة عن قائد الكتيبة فبتقول له هو بيحارب دلوقتي، فبيسألها هو القائد شجاع؟ بتقول له شجاع وعشان كده خد وسام الشرف ومسدس مميز عشان شجاعته. وتاني يوم بيجي قائد الكتيبة عند الصليب الأحمر عشان يطمن على سيرجي، وسيرجي بيقول له إن الممرضة امبارح ادته حقنة وجعته، فالقائد بيقول له أنا هقول لك على سر أنا كمان بخاف من الحقن، والقائد بيوري له الوسام بتاعه، ولما سيرجي بيسأله عن المسدس المميز فبيقوم مطلع المسدس ويفرغ منه الخزنة ويديه لسيرجي اللي بيبقى مبسوط وبيلعب بيه، لكن القائد بياخده منه تاني، وبعدها سيرجي بيوري له الدبابة اللي رسمتها له الممرضة على جسمه، وبياخد القلم وبيرسم للقائد طيارة على دراعه، ولما بيخرج من عنده الممرضة بتقف تتكلم معاه عن سيرجي وبتترجاه يخليه معاها عشان تعتني بيه لأنها عارفة إنهم هياخدوه على دار الأيتام بعد موت أمه وأخوه، والقائد بيقول لها إنه لازم يروح دار الأيتام عشان حد يهتم بيه، فبتقول له أنا ههتم بيه وهعامله زي ابني بالظبط، فالقائد بيقول لها إحنا في حالة حرب وفي الصفوف الأمامية كمان وما ينفعش يفضل هنا أكتر من كده، وبيسيبها ويمشي، وبيدخل جنود الكشافة اللي كانوا جايين مع القائد عشان يطمنوا على سيرجي اللي أنقذوه من الغابة، وسيرجي بيكون محبوب من جنود الكشافة وكل اللي في المكان لأنه طفل متكلم ولطيف والكل حبه، وبيدوه منظار هدية عشان يلعب بيه، وبعدها بنشوف الممرضة قاعدة مع زميلتها وبتقول لها إنها حاسة بحاجة غريبة ناحية الطفل سيرجي، وعمرها في يوم من الأيام ما بكت على أي جندي مجروح، لكنها لما شافت سيرجي فضلت طول الليل تبكي من الحالة اللي كان فيها، وبتقول لها نفسي أضمه لقلبي عشان ما يشوفش اللي بيحصل حوالينا، وإنها خايفة القائد ياخده بعيد عنها وما تشوفوش تاني أبدا.
جدا، وزميلتها بتقول لها ما تكلمي القائد في الموضوع ده، لكنها بترد عليها وتقول لها انه بينفذ الاوامر. وبيجي تاني يوم وبنشوف الجندي ده رايح عند القائد وبيقول له الجنود حبوا سيرجي قوي وبيشوفوا فيه صورة اولادهم اللي سايبينهم في البيت، وكل ما يبصوا في وشه بيحسوا بالدفى في قلبهم ومش عايزينه يمشي من المكان. وبيترجى القائد ان سيرجي يفضل معاهم وما يروحش بعيد، لكن القائد بيقول له مفيش حد هيعتني بيه هنا، واللي هيعمله ده هيوجع له قلبه، لكنه بينفذ الاوامر ومفيش حاجة في ايده. والجندي بيسيبه وهو كله حزن ويمشي. وتاني يوم بيجي مبعوث من دار الايتام عشان ياخد سيرجي في وجود القائد والممرضة، والقائد بياخد سيرجي ويقعدوا لوحدهم، لكنه مش عارف يقول له الخبر ازاي، وصعبان عليه ان سيرجي هيسيبهم ويمشي. وكل لما يجي يفتح الموضوع مع سيرجي مش بيبقى عارف يتكلم، فبيطلع مسدس لعبة عامله مخصوص لسيرجي. وفجأة سيرجي بيقوم حاضن القائد ويقعد يبكي ويقول له انا كنت خايف عليك تموت امبارح في الهجوم. فبيقوم القائد ماسك خطاب دار الايتام ومقطعه ويقول لسيرجي من هنا وجاي انت ابني وانا هتبناك. والجنود بيجيبوا ملابس من معاهم ويدوها للخياط عشان يفصلها على مقاس سيرجي ويعمل له بدلة عسكرية. وبيروح القائد عند سيرجي ويقومه من النوم وبيديله البدلة العسكرية الجديدة بتاعته، ويقول له الجنود الماهرين بيلبسوا الزي بمجرد عود الكبريت ما يخلص، لكنه بيكون خلص كل علبة الكبريت على سيرجي لحد ما لبس. وبيخرج سيرجي وهو فرحان باللبس العسكري، والجنود بتحييه وبيطلقوا عليه الطفل الجندي. لكن فجأة الطيران الألماني بيعمل غارة على المعسكر، وأبوه بيروح يحميه ويحطه في خندق لحد ما الغارة تخلص. وبعدها سيرجي بيخرج ويلاقي ناس كتير مصابة نتيجة الغارة، وبيسأل على القائد أبوه والممرضة اللي بيكون اسمها كاتيا، وبيدخل خيمة الجنود المصابة ويبدأ يساعدهم ويديهم مية يشربوا. والجندي ده بيكون معاه جواب وبيطلب من سيرجي يقراه، لكن الطفل الصغير ما بيكونش عارف القراية، فبيقول له أي كلام من عنده ويقول له إن اللي مكتوب في الجواب إن البقرة بتاعتك كويسة وبتنتج لبن كتير. لكن الجندي المصاب بيقول له أنا أصلا ما عنديش بقرة. فالجنود بترد على الجندي وتقول له سيبه يكمل، وكلهم بيقعدوا يضحكوا. وبعدها الجنود كلهم بيطلبوا من سيرجي يقرا لهم الجوابات بتاعتهم، وبعدها بيقف يغني لهم. وبنشوف سيرجي وهو نايم على رجل كاتيا والقائد رايح عندهم، وبنعرف ان القائد وكاتيا عندهم مشاعر لبعض، لكنهم مخبيين عن بعض مشاعرهم وخايفين يتكلموا ويعترفوا لبعض بحبهم. ولما بيصحى سيرجي بيحضن القائد لانه كان خايف عليه من الغاره، والقائد بياخد سيرجي ويتمشوا. وسيرجي بيقول للقائد انه كان خايف عليه في الغاره لكنه كان متاكد انه هينتصر على الاعداء، وبيوري له زراير البدله اللي لابسها وبيساله عن الخياط اللي عملها عشان يشكره. فبياخدوا القائد عند مكان الخياط اللي بيكون متدمر نتيجه الغاره والخياط اتقتل. وبيقول لسيرجي احتراما للميت لازم نقلع القبعه. وبنشوف سيرجي وهو بيحاول يقلد الجنود ويحلق دقنه، والجنديين دول بيعدوا من عليه ويقولوا له انت بتحلق دقنك ليه انت لسه طفل؟ فبيقول لهم انا مش طفل انا جندي. وبعدها بيروح عند القائد ويديله التحيه ويساله اذا كان عنده مهمه النهارده ولا لا. فبيقول له طبعا انا محتاجك عشان عربيه البريد هتيجي النهارده ولازم توزعه كله على الجنود. ولما القائد بيروح عنده ويقول له ايه اللي في وشك ده، بيقول له مفيش حاجه جرحت نفسي وانا بحلق دقني. ولما بتيجي عربيه البريد سيرجي بياخد البريد ويروح يوزعه للجنود، والجنود بيبقوا مبسوطين بيه. وسيرجي مش بيرضى يدي الجندي ده الجواب بتاعه غير لما يرقص له. وبعدها بنشوف سيرجي جندي الكشافه الصغير وهو رايح الغابه وماسك المنظار وبيقوم بشغله على اكمل وجه، لكنه بيشوف رجل جندي الماني في كوم القش وبيعرف انه جاسوس. فبيطلع جري ويروح الكتيبه ويقول للجنود انه شاف جندي مستخبي في القش، والجندي مش بيبقى مصدق في الاول لكن سيرجي بيقدر يقنعه. فبيقول لسيرجي خليك هنا على ما نيجي، لكن سيرجي بيقول له انا اللي شفت الجندي وعارف مكانه لازم اجي معاك. وبعدها بنشوف القائد جاي في العربيه وبيقف عشان يركب الممرضات، والممرضه زميلة كاتيا بتتغزل في القائد وتستدرجه في الكلام عشان تعرف اذا كان متجوز ولا لا. وساعتها بيبان على كاتيا انها غيرانه. وسيرجي بيكون مع جنود الكشافه رايحين يشوفوا الجندي اللي شافه في قومه القش، ولما بيروحوا بيلاقوا الجنود الالمان فعلا وبيمسكوهم ويقبضوا عليهم وبياخدوهم للكتيبه. ولما سيرجي بيروح يوزع البريد بيكون معاه جواب للجندي اللي كان بيرقص له، لكن لما بيعرف انه مات بيقلع القبعه احتراما ليه وبيرجع والحزن مليه. وبنشوف القائد قاعد بيتكلم مع واحد من الجنود وبيقول له الفضل بيرجع لسيرجي انهم قبضوا على الجنود الالمان وسيرجي يستحق وسام الشرف. ولما بيجي سيرجي بيدوهم التحيه ويقول للقائد انه سلم كل البريد اللي معاه، وبيقول للقائد اللي بيدلعه ما تعاملنيش زي الاطفال انا جندي زي اي جندي. والقائد بيقول لسيرجي ان الجيش وافق انه يكون ابنه رسميا. وسيرجي بيقول له تعالى اما نقول لكاتيا عشان هي بتحبني. فبيروحوا يسالوا زميلتها عن مكانها وبتقول لهم عند النهر. واول ما
وبيروحوا بيلاقوها واقفة مع واحد بيعترف لها بحبه، لكن كاتيا بيكون قلبها مع القائد، ولما بيشوفهم واقفين مع بعض مش بيرضى يروح عندهم وبيقف يسمعهم بيقولوا ايه. وبعدها سيرجي الشجاع بياخد الذخيرة في الحرب يوصلها للجنود، لكن الجندي ده بيقول له امشي من المكان وروح عند القائد، وسيرجي بيديله التحية ويروح عند القائد. في الوقت ده بيكون الاتصال مقطوع من جبهة القتال عن القائد، ولما الجندي بيخرج وراه سيرجي عشان يساعده يرجع الاتصال. ولما الجندي بيموت سيرجي بيسأله ازاي يوصل الأسلاك في بعضها، لكن هو اللي بيوصلها في الآخر. وبعدها بيروح سيرجي عند كاتيا ويضحك عليها ويقول لها إن أبوه مريض ومش بياكل ولا يشرب وحالته مش كويسة، وتاخده وتطلع تجري وتروح عند القائد اللي بيكون نايم ومفكراه مريض فعلا. لكن لما بيفوق بيقول لها أنا مش مريض. مين اللي قالك كده؟ بتقول له سيرجي قال لي إنك مريض. لكن سيرجي بيسيبهم ويطلع يجري، والقائد بيجي يتكلم مع كاتيا ويعترف لها بحبه، لكنها بتسيبه وتمشي، وبيطلع يجري وراها ويوقفها في الغابة ويقول لها أنا عايزك تبقي أم سيرجي. وكاتيا بتوافق، وسيرجي بيطلع على البرج ويبص بالمنظار ويلاقي كلاب ويفرح إنهم موجودين في المعسكر، وينزل ويركب العربية بتاعتهم والكلاب بتاخده وتخش الغابة. لكن لما بيشوفوا قطة بيطلعوا يجروا وراها، وبيكون ده طريق الألغام، والجندي ده بيركب الموتوسيكل ويطلع يلحقه قبل ما يخش حقل الألغام. وبيجي الجندي ده وهم واقفين ويدي القائد رسالة من القائد الأعلى بيبقى مطلوب منه فيها إخلاء المعسكر عشان يروحوا معسكر جديد. وهم في الطريق بيدخلوا بيت فيه مدنيين، وسيرجي لما بيلاقي حفرة في الأرض بيسأل صاحب البيت عليها، وبيعرف منه إنها نتيجة قنبلة وقعت على البيت لكنها ما انفجرتش. ولما القائد بيعرف كده بياخدهم ويطلعوا يجروا من البيت لأن القنبلة ممكن تنفجر في أي وقت. وبكده بيكون سيرجي أنقذ كل اللي في البيت من موت مؤكد. وبيكملوا طريقهم وسيرجي ماسك المسدس وبيلعب بيه، لكن فجأة غارة ألمانية بتيجي عليهم، وسيرجي بيروح عند القائد المصاب ويحضنه. ولما الكتيبة بتوصل عند القائد الأعلى سيرجي بيدخل عليهم ويديهم التحية، والقائد الأعلى بيبادله التحية برضه. وسيرجي بيعرف إن المهمة الجديدة بتاعته إنه يفتش على ملابس وحذية الجنود المتقطعة، وبيروح سيرجي وبيؤمر قائد السرية إنه يوقف الجنود صف عشان يعرف مين من الجنود ملابسهم وحذيتهم متقطعة. ولما بيخلص بيروح عند القائد الأعلى ويديله التقرير ويقول له المهمة انتهت بنجاح. وبالليل بيحصل غارة على المعسكر، وبيروح سيرجي عند القائد اللي بيكون مصاب وواقع تحت الأشجار، وسيرجي بيحاول يطلعه لكنه بيفشل. فبيروح عند الجندي ده ويقول له إن القائد مصاب. وتاني يوم بيروح سيرجي عند كاتيا اللي قاعدة بتبكي على القائد المصاب، وبيدخل يشوفه ويقعد يبكي هو كمان، لكن القائد بيطمنه على نفسه ويقول له أنا كويس ما تبكيش. وبعدها بنعرف إن سيرجي بقى الجيش هو بيته والمعارك هي حياته، وإنه شارك في معركة ستالينجراد، ولما كبر اتخرج من الجامعة وعاش حياته في محاربة الجريمة. ودي بتكون نهاية فيلمنا الأصغر طفل جندي شارك في الحرب العالمية الثانية مع الجيش الروسي ضد الجيش النازي الألماني. يا رب يكون الفيلم عجبكم، واستنونا في فيلم جديد. مع السلامة.